يا مساء الخير والحب والدفى لكل أم بتسمعني دلوقتي. أنا عارفة إنك تعبتي وإنك ساعات بتحسي إنك بتدي من غير ما تاخدي، بس خليني أقولك النهاردة إن كل لحظة حب بتقدميها لولادك وكل حضن وكل كلمة وكل لمسة أمان بتبني إنسان. النهاردة عايزين نحكي عن علاقة الأم بأولادها من منظور التنمية البشرية، مش بس تربية وأكل وشرب ومدرسة. إحنا بنتكلم عن تكوين إنسان ناجح واثق من نفسه، عارف هو مين وحاسس إنه محبوب. أول حاجة دور الأم في تكوين شخصية الطفل. الطفل أول ما بيتولد أول صوت بيسمعه هو صوت أمه. حضن أمه هو الأمان الأول، واللي لو اختل بيأثر على إحساس الطفل بنفسه طول عمره. لما الأم تبص لابنها بنظرة حب وفخر ده بيعزز ثقته بنفسه. وعلى فكرة ثقته بنفسه بتتكون منك انتي أكتر من أي شهادة أو كورس. الطفل اللي بيسمع أنا بحبك، أنا فخورة بيك، أنا هنا ليك، بيكبر وبيبقى واثق وشجاع ومرتاح داخليا. أضرار العلاقة السامة بين الأم والابن أو البنت. لما الأم بتنقد ابنها أو بنتها نقد مستمر بيكسر روحهم. أما بتقارن بينه وبين أي حد تاني من زمايله أو من قرايبه بتخلي الطفل يكره نفسه. التحكم الزائد بيقتل إبداعهم. الكلمة الجارحة ممكن تعيش جوه الطفل سنين وتأثر على شغله وزواجه وشخصيته. حتى بعد ما يكبر هيفضل فاكرلك الكلمة دي. الأم اللي بتدي حب مشروط بتعلم ابنها إنه علشان يتحب لازم يرضي الناس، وده أخطر درس ممكن يتعلمه. زي لو عملت كذا أنا هديك اللعبة الفلانية، أنا بحبك بس لما تسمع كلامي، أنا هحبك قوي لما تذاكر الصفحة دي لكن لو ما ذاكرتهاش أنا هخصمك. كل الكلام ده بيأثر على ابنك. الأم الواعية في التنمية البشرية مش مثالية لكنها بتسعى، بتتعلم وبتعرف إنها ممكن تغلط وتعتذر، بتهتم بصحتها النفسية عشان تعرف تحب صح، بتسمع لأولادها مش بس بتأمرهم، بتربي وهي شايفة إن الطفل ده كيان مستقل مش مشروع شخصي. في حاجات بسيطة بتغير مستقبل ابنك، زي الكلمة الحلوة أنا بحبك مهما حصل، الوقت الخاص حتى لو 10 دقايق يوميا بس بينك وبينه، تقعدي كده تفضي نفسك من كل حاجة، من شغل البيت ومن أفكارك وكل حاجة، وتقعدي معاه تتكلمي معاه هو لوحده. الاحتواء وقت الغلط بدل العقاب اسأليه انت ليه عملت كده، ايه اللي وصلك انك توصل لكده. الحدود الصحية مش كل حاجة تقال عليها ومش كل حاجة يتقال عليها لا، التوازن هو السر. الثبات الانفعالي لما تغضبي خدي نفس وردي بعقلك مش بعصبيتك. اول ما هتكوني عصبية ممكن تقومي تضربيه وممكن تضريه، لكن لو أخدتي وقت شوية وهديتي وفكرتي ازاي تقدري تتعاملي في المواقف هتتعاملي معاه بطريقة صح. عايزة تربي ولادك صح؟ ابدأي بنفسك. الطفل مش بيسمع نصيحة، الطفل بيقلد. عايزة ابنك يكون واثق، كوني انتي واثقة. عايزة بنتك تحب نفسها، حبي انتي نفسك الأول. عايزة ولادك يحترموكي، احترميهم. الأم هي المدرسة الأولى، وكل سطر بتكتبيه فيهم هيعيش جواهم لحد ما يبقوا كبار. مفيش حاجة اسمها أم كاملة، مفيش حد بيربي من غير ما يغلط، بس في فرق بين أم بتغلط وبتعتذر وأم بتغلط وبتتهم الطفل. الطفل مش مسؤول عن تعبك النفسي ولا عن ضغوطك ولا عن حرمانك، الطفل جاي ياخد حب مش يدفع دمن اللي فاتك. نداء لكل أم بتمشي على أطراف صبرها. لو بتحسي إنك لوحدك، لو بتعيطي بالليل من التعب، لو بتقولي أنا مش كفاية، أحب أطمنك لأ، أنت كفاية وبزيادة. انت بتحاولي وده لوحده كفاية يخلي ربنا يفتح لك أبواب البركة في أولادك. وفي النهاية عاوزاكي بعد ما تسمعي الحلقة دي تقومي تبصي على أولادك حتى لو نايمين حتى لو كبروا، قولي لهم كلمة حلوة، احتويهم، وابدأي صفحة جديدة في العلاقة معاهم. وما تنسيش إن كل ابن ناجح وراه أم مؤمنة بيه حتى وهو بيغلط. خلي العلاقة بينكم مش بس أم وابن، خليها علاقة روحين بيكبروا سوا.